علشان تنجح لازم تغادر منطقة الراحة بتاعتك. كل ما نفتح كتاب غادر منطقة الراحة، كل ما نيجي نقرأ عن حاجة علشان ننجح ونطور من نفسنا كومفورت زون لازم تغادرها. هي ايه الكومفورت زون؟ وليه النجاح مرتبط بان انا اخرج من الكومفورت زون دي؟ تعال اقولك يعني ايه الكومفورت زون دي. هي الحاجة اللي احنا متعودين نعملها. الناس اللي متعودين نتعامل معاهم ومش حابين نتعامل مع غيرهم علشان ما نتأذيش. الوظيفة اللي انت بتشتغلها ومطلع عينك بس انت خايف تغامر وتعمل غيرها. الانسان اللي دايما بيأذيك بس انت شايف ان وجوده معاك هو الصح وخايف ان انت تسيبه وتبعد عنه. باختصار الكومفورت زون هي الحاجة اللي انت بتبقى حاسس جواها ان انت كده مرتاح، فمش مضطر ان انت تعمل غيرها. لا مضطر تسيب الوظيفة اللي مضايقاك، ولا مضطر تبعد عن الانسان اللي هو بيأذيك علشان خايف تبعد عنه ومش حابب تغامر بده، ولا حابب تعرف ناس جديدة خايف ان هم يأذوك. بصراحة الكومفورت زون هي عبارة عن خدعة كبيرة وقوقعة انت قافل على نفسك جواها. عرفت ليه بقى النجاح مرتبط بين ان انت تغادر منطقة الراحة بتاعتك؟ لانها ببساطة اكبر خدعة ممكن تعيش فيها، ولو اتعلمت ان انت تخرج براها هتلاقي حياة مختلفة خالص. يعني تسمح لنفسك ان انت تبعد عن اللي بيأذيك، تسمح لنفسك ان انت تدخل في علاقات جديدة وما تعممش الفكرة السوداوية اللي انت خدتها من شخص معين على الناس كلهم، تغامر وتجرب حاجات جديدة. الوظيفة اللي مضايقاك سيبها، الانسان اللي بيضايقك سيبه. الحاجة اللي انت شايف ان انت كده مرتاح فيها ولو عملت غيرها هتتعب، هي دي الحاجة اللي بتوديك في داهية. علشان كده غادر منطقة الراحة، جرب تعمل حاجات جديدة، غامر. النجاح محتاج مغامرة، والنجاح على كل مستوياته، سواء المستوى الاجتماعي المهني، كل المستويات. لو خرجت بره الكومفورت زون هتلاقي نتائج مختلفة خالص. موعدكش ان هي تكون حلوة، بس هتبقى مختلفة وهتتعلم منها كتير.